بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل وصفة النهاردة فراخ بالكاري بطريقة مميزة جدا. انا هقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا معلقة زبدة على زيت و2 فصين مستكة ومقطعة صغير فراخ كده قطع صغيرة، هنزل بيها تاخد صدمة. الفراخ عندي خدت صدمة تقريبا من كل الجهات. هنزل ببصلة كبيرة متقطعة كده شرايح رفيعة وعليها رشة فلفل اسود، هسيبهم كده ياخدوا يدوا مع بعض. البصل عندي دايما هنزل بالبهارات كاري، فلفل اسود، رشه جوز الطيب وكزبره ناشفه والملح حسب الرغبه. هديهم تقليبه كده مع بعض. عايزه اقول لكم الروايح قلب المكان. هنزل بنص كوبايه ميه سخنه او شوربه المتاح بالنسبه لك، وحوالي معلقه كبيره كريمه طبخ البديل بتاعتها كوبايه لبن على معلقه كريم شانتيه خام او معلقه نشا، يعني الموجود بالنسبه لك. انا هدي عليها النار لمده 10 دقايق لان تقريبا الفراخ الصدور ما بتاخدش وقت في السوا، هي دخلت في السوا عندي اوريدي. لها بعد ما غرفته بعد ما كملت سواها انا زينتها بالبقدونس الاخضر، ممكن تحطوا مجفف او فريش، دي حركه اختياريه. اتمنى ان انتوا تجربوها، يا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.